في كل أمة بيظهر كل كام جيل واحد كده بيبقى كأنه فصل في التاريخ، مش مجرد رئيس، لكن حدث في حد ذاته. واحد حياته كلها كانت مشوار طويل ما بين النور والظل، بين المجد والدم. أنور السادات، الراجل اللي اتولد مرتين، مرة في قرية فقيرة اسمها ميت أبو الكوم، ومرة تانية يوم ما أعلن في وش الدنيا كلها إن مصر راجعة. اتولد في 25 ديسمبر 1918 في بيت بسيط جدا في الريف المصري، ابن موظف صغير في الجيش وعيلة على قد حالها. كان الطفل اللي بيلبس الجلابيه المرقعه ويجري وسط الغيطان، لكن في عينه حلم كبير، مش بس يغير حياته، لا، يغير بلد كامله. في زمنه مصر كانت لسه تحت الاحتلال، والفقر ملو البلد، والظلم منتشر في كل شارع. لكن جوه الولد الصغير ده كان في نار ساكته، نار بتغلي كل ما يشوف جندي انجليزي واقف متغطرس في بلده. ما كانش يعرف ساعتها ان الشاب اللي بيحلم بالحريه هيبقى يوم من الايام بطل حرب ورئيس جمهوريه وصانع قرار يغير وجه الشرق الاوسط كله. الحكايه دي حكايه انور السادات، من القريه للمنصه، من طفل غلبان لقائد كتب اسمه في التاريخ بحروف من نار ونور. في قرية صغيرة في محافظة المنوفية اسمها ميت أبو الكوم، اتولد محمد أنور السادات سنة 1918 في بيت بسيط. أبوه موظف صغير في الجيش المصري، شغله كله أوامر وتقارير وأحلام محدودة. الأم فلاحة مصرية صلبة عايشة على الكفاف، لكن في قلبها عزيمة من حديد. أنور كان ترتيبه التاسع بين إخواته في بيت مليان أطفال، وضيق الحال كان رفيقهم الدايم. لكن الطفل ده كان غير عادي، كان دايما يسمع حكايات من جدته عن اللي قاموا ضد الإنجليز، وكانت الكلمة دي الإنجليز زي شرارة جواه تولع كل ما تتقال. كبر شوية وبقى تلميذ في المدرسة الأولية في القرية. من أول يوم كان واضح إن دماغه مختلفة، عنيد، بيسأل كتير وبيفكر بصوت عالي. كان يحب التاريخ، يحفظ أسماء القادة والثوار ويتخيل نفسه واقف وسطهم وفي صفهم. لما خلص الابتدائية راح مدرسة شبين الكوم الثانوية، وهناك اتفتحت قدامه الدنيا أكتر. شاف الغلبان اللي بيبات جعان والخواجة اللي راكب عربية فخمة في الشارع نفسه. ساعتها بدأ التمرد يتولد جواه، بقى يكره الاستسلام ويتكلم عن الكرامة والحرية في كل نقاش. وفي الوقت ده كان سعد الزغلول ومصطفى النحاس لسه رموز ملء السمع والبصر، والشباب كله كان بيتكلم عن الاستقلال. أنور كان عايز يبقى واحد من الناس دول، مش بالكلام، بالفعل. لكن الفقر ما كانش سايب له مجال، فضل يعافر عشان يكمل تعليمه لحد ما دخل الكلية الحربية سنة 1936 بعد ما فتحوها لأول مرة قدام المصريين العاديين. وقتها كان القرار ده نقطة تحول في حياته كلها. الكلية الحربية كانت مصنع رجالة اللي هيغيروا مستقبل مصر. هناك قابل شباب زيه بالظبط، عندهم نفس الغضب ونفس الحلم، وأبرزهم كان جمال عبد الناصر. اتقابلوا لأول مرة في الميدان، وربط بينهم خيط صغير من الإعجاب والاحترام، خيط هيتحول بعد سنين طويلة لعلاقة معقدة بين الزمالة والصراع والقدر. ومن اللحظة دي أنور السادات ما بقاش مجرد شاب فقير من الريف، بقى ضابط شاب بيحلم انه يطرد الاحتلال من بلده حتى لو كان التمن حياته. بعد ما اتخرج انور السادات من الكليه الحربيه اتعين ضابط في الجيش المصري التابع للانجليز. من اول يوم في خدمته حس ان المكان ده مش بيخدم بلده. الزي العسكري مصري لكن الاوامر كلها انجليزيه، الضباط الانجليز هم اللي بيحكموا والمصري مجرد تابع. المنظر ده كان بيغلي الدم في عروقه. كل مره يشوف العلم البريطاني مرفوع فوق السكنه العسكريه يحس انها طعنه في كرامته قبل كرامه مصر. وفي الوقت ده كان جواه صراع، هل يكمل ضابط ملتزم بالتعليمات ولا يبدأ الطريق الخطير بتاع التمرد؟ هو اختار الطريق التاني. اتعرف على مجموعة من الضباط اللي بيفكروا زيه، واتشكلت بينهم خيوط أولى لتنظيمات سرية جوه الجيش. لكن اللي ميز السادات عن غيره إنه ما اكتفاش بالكلام، بدأ يتحرك فعلا، يتصل بمدنيين وطنيين وينضم لحركات مقاومة سرية ضد الإنجليز. في الأربعينات بدأ يظهر اسمه وسط دوائر المقاومة، شارك في محاولات لتهريب أسلحة، وكان له دور في الاتصالات اللي كانت بتحصل ما بين الجيش والمجموعات الوطنية. وفي سنة 1942 حصلت الحكاية اللي غيرت حياته. اتهموه بالمشاركة في اغتيال أمين عثمان وزير المالية اللي كان معروف بقربه من الإنجليز. السادات ساعتها اتقبض عليه واتحط في السجن، وفي السجن عاش تجربة صعبة جدا، عزلة، قهر، واتهام بالخيانة، لكنه ما انكسرش. كان بيقرأ ويكتب ويخطط ويكلم نفسه أنا مش مجرم، أنا محارب حر. هرب من السجن فترة وفضل مطارد، يتنقل من مكان للتاني، ينام في بيوت أصدقاء ويتخفى في القرى. وفي لحظة من اللحظات قرر يغير اسمه وأشبه هوية مزيفة لشهور طويلة، بيتنقل من بيت لبيت، لكن دايما حاطط عينه على الهدف الكبير، التحرير. بعد شهور من المطاردة اتقبض عليه تاني،
واتحبس لحد ما خرج سنة 1948. لكن السجن التاني كان مختلف، خرج منه راجل عنده إيمان أعمق بالقضية ونظرة أوضح للدولة اللي هو عايز يبنيها. وقتها كانت حرب فلسطين مولعة، هو شاف بعينه انهيار الجيش المصري والفساد اللي كان بينخر في القيادة. ساعتها قرر ان الإصلاح مش هيجي من مظاهرة ولا تنظيم صغير، لكن من ثورة تطيح بالنظام كله. ومن اللحظة دي اتربط مصيره بمصير الضباط الأحرار، المجموعة اللي كان واحد من مؤسسيها مع جمال عبد الناصر. السادات بعد ما خرج من السجن سنة 1948 كان شايف الدنيا كلها بشكل مختلف. الاحتلال لسه موجود، الملك فاروق غارق في الطرف والفساد والبلد بتنهار، الشعب جعان والجيش مهزوم في فلسطين، وكل شاب وطني حاسس ان الكرامة راحت. في وسط الإحباط ده كله اتقابل تاني مع جمال عبد الناصر، اللي كان هو كمان راجع من حرب فلسطين مجروح من جوه، بس المرة دي مش مجرد زمالة قديمة، دي بداية تنظيم حقيقي هز مصر بعد كده من أساسها. في بيت صغير في الحلمية اجتمع السادات وعبد الناصر ومعاهم كذا ضابط شاب: عبد الحكيم عامر، خالد محي الدين، زكريا محي الدين، عبد المنعم عبد الرؤوف، وحسن إبراهيم. الاجتماعات كانت بسيطة جدا، قاعدين على نور مصباح خافت بيكتبوا على ورق ويناقشوا خطة للتغيير. الاسم اللي استقروا عليه بعد نقاشات طويلة كان الضباط الأحرار. أنور السادات ما كانش المخطط العسكري الكبير، لكنه كان الرجل الإعلامي في المجموعة، عنده لسان قوي بيعرف يعبر ويقنع، وكان دايما يقول إن الثورة مش تنجح بالسلاح، لازم الناس تعرف إحنا بنعمل كده ليه. من سنة 49 ولحد سنة 52 التنظيم كبر بهدوء، كل ضابط يضم واحد أو اتنين من اللي يثق فيهم، والشبكة بقت تمتد جوه وحدات الجيش من الكلية الحربية لحد سلاح الإشارة والمدرعات. والسادات كان له دور حيوي، هو اللي كان بيكتب النشرات السرية ويجهز البيانات اللي هتتذاع لما تقوم الثورة. ومن هنا بدأ يشتغل على إنشاء شبكة اتصال سرية تقدر تسيطر على الإعلام وقت التنفيذ. يوم 22 يوليو سنة 1952 الساعة كانت قربت من نص الليل، الضباط الأحرار خدوا القرار النهائي. الليلة دي هي ليلة الثورة، جمال عبد الناصر في القيادة ومحمد نجيب الوجه العسكري العلني، وأنور السادات اتكلف بمهمة خطيرة: السيطرة على هيئة الإذاعة المصرية عشان يذيع بيان الثورة. الساعة كانت حوالي 7 الصبح يوم 23 يوليو، والسادات واقف قدام الميكروفون في مبنى الإذاعة، والصوت اللي يطلع منه بعد لحظات هيغير وجه التاريخ. نفس عميق وبعده قال الكلمات اللي بقت محفوظة في ذاكرة المصريين: اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. البيان الأول للثورة كان بيعلن سقوط العهد القديم وبداية عهد جديد. الناس خرجت في الشوارع تهتف وتسقف، الجيش بقى في ايد الضباط الأحرار، والملك فاروق اتحاصر في قصره. وفي يوم 26 يوليو خرج فاروق من مصر على مركب من اسكندرية، ومعاه نهاية عصر وبداية عصر تاني. لكن بعد الثورة الطريق ما كانش مفروش ورد. جوه مجلس قيادة الثورة بدأت بقى الخلافات تطلع، في اللي عايزها ثورة اشتراكية وفي اللي شايف انها إصلاح وطني مش أكتر. والسادات كان بيحاول دايما يلعب دوره الوسيط ما بين عبد الناصر وبين الآخرين، بيحاول يحافظ على التوازن، بس في نفس الوقت كان قريب من عبد الناصر أكتر من أي حد. السادات في الوقت ده ما كانش شخصية مركزية زي ناصر، لكنه كان بيفهم كويس جدا ان الثورة محتاجة رواية، محتاجة حد يحكيها للناس، وده الدور اللي السادات فضل يلعبه طول حياته. بعد تأسيس الجمهورية سنة 53 مسك السادات رئاسة جريدة الجمهورية، وكان هو اللي بيكتب افتتاحيتها، يحكي للناس ان الثورة دي مش انقلاب عسكري وانها حلم الشعب اللي اتحقق. ومن هنا بدأ نجم السادات يلمع تاني، مش كقائد عسكري لكن كصوت للثورة. ولما عبد الناصر بدأ يبني دولته السادات كان دايما جنبه، في البرلمان، في المؤتمرات، في الإعلام، لكن دايما في الصف التاني، يراقب ويسجل ويعمل علاقات ومستني لحظته. بعد ثورة يوليو عبد الناصر بقى الزعيم اللي الكل بيهتف باسمه، صورته متعلقة في المدارس والمصانع، والناس كانت شايفة فيه المخلص، لكن في الظل كان في راجل تاني واقف ساكت بيتفرج وبيتعلم. أنور السادات كان موجود في دايرة السلطة، بس مش في الصفوف الأولى زي عبد الحكيم عامر أو زكريا محي الدين. هو كان بيقول في مذكراته يعني إن هو كان في الظل بيراقب في صمت، لأن اللي بيتكلم كتير بيفقد القدرة على الفهم. عبد الناصر كان كاريزما طاغية، صوته بيهز القاعات، لكن السادات كان مختلف، مفيش عنده نفس القوة في الندوات، لكنه عنده ذكاء هادي، زي اللي بيكتب في دفتره كل تفصيلة صغيرة ومستني اللحظة الصح. بعد 54 لما أثبت ناصر مع محمد نجيب وصلت الانفجار، السادات وقف مع ناصر بوضوح، مش لأنه شايف إن نجيب غلطان، لكن لأنه شاف في ناصر المستقبل وشاف في نجيب الماضي. ده خلاه يبقى من رجال ناصر المخلصين، وفي مقابل ولائه بدأ ياخد مناصب رمزية، نائب في البرلمان، رئيس مجلس الأمة، وممثل مصر في مؤتمرات دولية، لكن عمره ما كان من الحلقة الضيقة اللي بتاخد القرار.
في الوقت ده كان بيبان كأنه مجرد رجل نظام، بس في الحقيقة إنه كان بيلم خيوط اللعبة بهدوء، بيفهم طريقة ناصر ويقيس ردود الفعل ويتعلم من أخطاء زملائه اللي اتسرعوا فوقعوا. السادات ما كانش بيعارض ناصر علنا، لكن جواه كان شايف إن الزعيم رغم عظمته وقع في فخ الزعامة المطلقة اللي بتخنق أي صوت تاني. وجت نكسة 67 والدنيا اتقلبت. ناصر اللي كان فوق الكل وقع فجأة في نظر الناس. الهزيمة كانت موجعة لدرجة إنها هزت ثقة الأمة كلها بنفسها. السادات وقتها كان في موقع المشاهد الرسمي، لكن كان جواه غليان. يقال إنه كتب في مذكراته: كان أشد ما آلمني بعد الهزيمة هو الصمت، صمت الناس كأنهم بلعوا جرحهم. عبد الناصر بعدها بدأ يراجع نفسه، رجع قيادات وغير ناس وعمل حركة تصحيح داخلية، والسادات فضل دايما يكون في الخلفية اللي محدش كان متوقعه إن الراجل الهادي ده هيبقى بعد كام سنة الرئيس. وفي سبتمبر سنة 1970 عبد الناصر مات فجأة بعد مؤتمر القمة في القاهرة، وساعتها كل الوجوه لفت للسادات اللي كان هو نائب الرئيس وقتها. الناس استغربت، الصحف الأجنبية قالتها صريحة إنه راجل مؤقت ورجل بلا وزن سياسي، حتى بعض رجال عبد الناصر نفسهم ضحكوا وقالوا ده أنا هيقعد على الكرسي أسبوعين وهيقع، لأنهم كانوا شايفين إنه مش قد المسؤولية. لكن اللي ما كانوش عارفينه إن الراجل اللي كان في الظل قضى 20 سنة بيحفظ خريطة السلطة كلمة بكلمة، وبيجهز نفسه للحظة اللي الكل هيتفاجئ فيها. أنور السادات كان داخل القصر الجمهوري مش كرئيس مؤقت، لكن كراجل جاي من بعيد شايل في دماغه خطة كاملة. سبتمبر 1970 القاهرة حزينة، الناس في الشوارع بالآلاف والدموع على وجوههم. الزعيم مات. جمال عبد الناصر اللي الناس كانت بتشوف فيه صوتها مات فجأة بعد ما رجع من مؤتمر القمة العربي، وصدمة البلد كانت أكبر من إنها تتوصف. الليلة دي مصر كلها نايمة في صمت تقيل، بس جوه القصر الجمهوري في صراع هادي هيبدأ. أنور السادات نائب الرئيس هو الأحق دستوريا بالمنصب، لكن الكرسي اللي اتساب مش سهل. حواليه رجال عبد الناصر اللي عاشوا معاه سنين طويلة: علي صبري، سامي شرف، شعراوي جمعة، أمين هويدي، ومحمد فايق. الكل شايف نفسه الأقدر، والكل شايف إن السادات مجرد واجهة مؤقتة هيقعد شوية ويمشي. من أول يوم في الحكم السادات حس إن العيون كلها بتراقبه، مش بحب لكن بريبة. كانوا بيتكلموه بألقاب رسمية لكن بنظرات استخفاف، ويتقالوا في الاجتماعات إن إحنا كلنا رجال الثورة يا سيادة الرئيس. والسادات كان رده بسيط، في فرق بين اللي صنع الثورة واللي فهم معناها، والردود بتاعته كانت هي الشرارة. السادات بدأ يشتغل على طريقته الخاصة، ما بيدخلش في مواجهات مباشرة، لكن بيراقب ويسجل ويبتسم، وفي نفس الوقت بيبني دوائر جديدة حواليه. قرب من الجيش، قرب من رجال الدين، فتح قنوات مع الإعلام، ورجع يزرع فكرة الاستقلال عن نظام ناصر في عقول الناس بهدوء. وفي إبريل 71 حصلت الضربة اللي التاريخ سماها بعد كده ثورة التصحيح. السادات نفذ خطة محكمة في ساعات. في يوم واحد أمر باعتقال كبار رجال ناصر: علي صبري، سامي شرف، شعراوي جمعة، وجوه كتير كانت شايفة نفسها فوق الرئيس. الإعلام المصري اتقلب، الرئيس يطهر الثورة من الانحراف. الناس في الشوارع اتنفسوا الصعداء، البعض كان بيصدق والبعض مش فاهم اللي بيحصل، لكن في النهاية السادات مسك البلد فعلا بإيده. من اللحظة دي بدأ عهد جديد، والسادات أعلنها صريحة: أنا امتداد لثورة يوليو نفسها، مش امتداد لعبد الناصر بس. العبارة دي كانت إعلان ولادة السادات الرئيس، مش ظل، مش نائب، مش رجل مؤقت. من هنا بدأ مشروعه الخاص. لكن التحديات كانت قدامه جبال. البلد بعد النكسة كانت منهكة، الاقتصاد متدهور والجيش محطم، والناس فقدت الثقة في أي وعود. السادات كان شايف إن الطريق لسعادة مصر لازم يبدأ من الكرامة العسكرية، وكان بيقولها في اجتماعاته: طول ما دمنا على طرف سينا أنا مش هقدر أنام، أنا عايز أرجع الأرض حتى لو هموت وأنا بحاول. بدأ يجهز خطة بعيدة المدى، مش بس عسكرية لكن سياسية كمان. عمل انفتاح دبلوماسي مع الاتحاد السوفيتي في الأول، لكنه كان عارف إن السوفيت مش عايزين حرب حقيقية، وفي نفس الوقت فتح باب للاتصالات مع الأمريكان بدهاء سياسي خلاه يمشي بين القوتين من غير ما يتحرق. في نفس الوقت ده كان في حاجة تانية بتحصل في الخفا: إعادة بناء الجيش المصري من أول وجديد. رجع الروح للجنود وشال القيادات القديمة اللي كانت منهارة بعد النكسة، واختار رجالة عندهم جرأة وطموح، أهمهم الفريق محمد أحمد صادق والفريق أحمد إسماعيل علي اللي هيبقى بطل المرحلة. بدأت الخطة تتكون، وفي الخلفية كان جملة دايما يكررها السادات لظباطه: إحنا مش هنحارب عشان الأرض بس، إحنا هنحارب عشان نرجع الكرامة اللي ضاعت. السادات كان عارف إن اللحظة اللي هيحارب فيها هي اللحظة اللي هيتغير فيها تاريخه وتاريخ مصر للأبد. كان بيجهز نفسه والبلد والجيش بصمت وذكاء وبصبر محدش كان متوقعه منه. وفي أكتوبر 1973 هيبدأ المشهد اللي العالم كله هيتفرج عليه.
كان يوم السبت 6 أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية. السما صافية والجنود واقفين على ضفة القناة، بيظهر في عيونهم مزيج ما بين الترقب والإيمان والخوف النبيل. أنور السادات في القصر قاعد في غرفة العمليات ساكت، إيده على التليفون وعينه على الساعة. الوقت بيجري ببطء قاتل، كان عارف إن كل ثانية بعدها مش زي قبلها. الساعة 1:58 الظهر، السكون اتكسر وانطلقت صيحة واحدة في اللاسلكي: بسم الله، الله أكبر. في لحظة أكتر من 220 طيارة مصرية أقلعت في وقت واحد من المطارات بقيادة حسني مبارك. كانت الضربة الجوية الأولى. الطيار حلمي عبد الرحمن، عاطف السادات، محمود عبد الرازق وحسني غريب. والهجوم الجوي الأول بدأ على مراكز القيادة الإسرائيلية في سيناء، مطار الميليز، مركز القيادة في مرجم، والدشم المحصنة في شرق القناة. الضربة الجوية كانت دقيقة ومنظمة واستمرت أكتر من 50 دقيقة، ورجعت الطيارات بأقل خسائر ممكنة، 7 طيارات بس من أصل أكتر من 200. ودي كانت أول علامة إن خطة بدر ناجحة فعلا. في نفس اللحظة بدأت المدفعية المصرية تصب نيرانها على الضفة الشرقية، 2000 مدفع بيضربوا مع بعض لمدة 53 دقيقة متواصلة. ده كان أكبر تمهيد نيراني في التاريخ الحديث وقتها. المشهد كان أشبه ببركان نازل من السماء. الجنود على القناة بدأوا يتحركوا. الموجة الأولى من قوات العبور اللي هي حوالي 8000 جندي بيتحركوا في قوارب مطاطية وصنادل صغيرة. أسماء كتير هتسجل في تاريخ في اللحظة دي: اللواء عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة 16، واللواء أحمد بدوي قائد الفرقة 7، واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث، واللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني. الجنود كانوا بيهتفوا الله أكبر وصوتهم بيرجع صدام من فوق المية ومن جواهم، صوت ما بين الرهبة والنصر. وبدأت المفاجأة الكبرى. السادر الترابي اللي الإسرائيليين قالوا إنه لا يمكن اختراقه، اللي هو حائط بارليف، كان ارتفاعه حوالي 20 متر وميله حاد زي الجدار، لكن المصريين كانوا جاهزين بسلاح بسيط وعبقري في نفس الوقت. الضباط المهندسين بقيادة اللواء باقي زكي يوسف فتحوا الخراطيم والمية ضربت في الرملة زي السكينة في الحلاوة. في أقل من 3 ساعات اتفتحت أكتر من 80 ثغرة في الحائط، واتمهدت أول معابر للدبابات. وما بين المغرب والعشاء كانت أول دبابات مصرية عدت القناة. اللواء المدرع 14 تحت قيادة العقيد حسن أبو سعدة اخترقت الدفعات الأولى. الفرقة 16 والفرقة 18 ثبتت مواقعها، والقوات الخاصة بدأت تهاجم النقاط الحصينة. أكتر مشهد أثر في التاريخ كله لما علم مصر رفرف على أول نقطة شرق القناة الساعة 6:30 مساء. الجندي اللي رفعه كان محمد العباسي من بورسعيد، وقال بعدها في تسجيل: رفعت العلم وأنا بعيط، مش من الخوف بس من الفخر. الليل نزل على سيناء، الجنود بيحفروا موقعهم على ضوء القمر والقيادة بتراجع الموقف. الخطة كانت إن أول 24 ساعة نحافظ على رؤوس الكباري، وفي اليوم الثاني بدأ الدفع من الموجات الجديدة. 7 أكتوبر العدو الإسرائيلي بدأ يستوعب اللي حصل. القيادة الإسرائيلية كانت في صدمة، جولدا مائير بتبكي ومشيد أيام بيقول جملته الشهيرة: لقد خسرنا سيناء. لكن الحرب ما خلصتش، الحرب أصلا لسه ما ابتدتش. الإسرائيليين بدأوا هجوم مضاد، معارك عنيفة في رمانة والأنطرة، وقوات العدو بتحاول تسترجع المواقع. الجيش المصري صامد، أبطال زي المقدم إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال بينفذوا عمليات خلف خطوط العدو ويقطعوا امداداته. وفي 8 أكتوبر حصل الإسرائيليين سموه يوم الاثنين الأسود، لأنهم خسروا أكتر من 150 دبابة في يوم واحد قدام فرقة اللواء سعد مأمون. في 9 و10 أكتوبر السادات كان بيتابع من غرفة العمليات في مقر القيادة، ويتكلم مع أحمد إسماعيل ويتابع الجبهتين، وكل شوية يسأل عن سؤال واحد: أخبار القناة إيه؟ لحد 14 أكتوبر. الساعة كانت 3:15 العصر يوم 14 أكتوبر 73. الجو فوق الدلتا كان مولع بنار في السماء. القوات الجوية الإسرائيلية كانت شايفة أنها لازم تستعيد السيطرة الجوية، خصوصا بعد ما الدفاعات المصرية صادت العشرات في الأيام اللي فاتت. فخطة تل أبيب كانت بسيطة في الورق بس مجنونة في التنفيذ. هجوم كاسح على قواعد الدلتا في المنصورة وطنطا بأكتر من 120 طيارة فانتوم وسكاي هوك، قدامهم حوالي 60 طيارة مصرية ميج 21 وسخوي 7. القائد المصري وقتها كان اللواء أحمد عبد الرحمن ناصر، والعملية كلها تحت إشراف حسني مبارك قائد القوات الجوية. التعليمات كانت واضحة: ما تطلعوش تلحقوهم بعيد، خليهم يقاتلوا فوق القاعدة نفسها. خطة ذكية جدا، لأن الميج 21 رغم إنها خفيفة وسريعة ما كانش تقدر تفضل في الجو أكتر من نص ساعة، بينما الفانتوم تقدر تقاتل ل3 ساعات كاملة. فالمعركة اتحولت من حرب صواريخ بعيدة المدى لقتال قريب أو دوج فايت زي ما بيسموه على ارتفاع واطي جدا. الميج المصرية دخلت في قتال متلاحم جوه سحابة من الدخان والتراب. السما فوق المنصورة وديكيرنس كانت شبه الجحيم. الطيارات بتلف حوالين بعض، صواريخ سايد ويندر الأمريكية بتطير في كل اتجاه، وطيارين مصريين بيتخلصوا من خزانات وقود إضافية عشان يزيدوا سرعتهم. واحد من أبطال اليوم ده كان الطيار نصر موسى،
اللي دخل في اشتباك مباشر مع طائرة فانتوم فوق قاعدة المنصورة، قدر يقطع عليها مسافة ويفجرها قبل ما تضرب القاعدة. المعركة استمرت 53 دقيقة كاملة، أطول معركة جوية بالطيارات النفاثة في التاريخ كله. في الآخر الإسرائيليين انسحبوا بعد ما فشلوا يدمروا أي قاعدة مصرية. خسرنا 6 طيارات، 3 منهم بسبب نفاذ الوقود، لكن العدو اضطر يرجع بخسائر ما بين 17 ل 18 طيارة. في اليوم ده السما كانت مصرية، والأول مرة من 67 طيار مصري يقف قدام فانتوم إسرائيلية ويقول لها مش هتعدي. وده السبب اللي خلى 14 أكتوبر يتسجل بعدها رسميا كعيد القوات الجوية المصرية، اليوم اللي رجع فيه النسور سماهم. وفي يوم 15 أكتوبر بدأ العدو ينفذ خطته المضادة بقيادة شارون، اللي حاول يفتح ثغرة في منطقة الدفرسوار. المعركة دي كانت متعقد ما يكون، لكن الجيش المصري صمد، وأبطال زي عبد المنعم واصل واللواء عبد المنعم خليل ثبتوا موقعهم ببسالة أسطورية. وفي نفس الوقت على الجبهة السورية الجيش السوري بيقاتل، والسادات بيحاول يوازن ما بين المعركة والسياسة. بدأت الاتصالات السرية ما بينه وما بين الأمريكيين عن طريق السوفيت، لأن الحرب خلاص قربت توصل لمرحلة حساسة. وفي 22 أكتوبر مجلس الأمن بيصدر قرار وقف إطلاق النار. السادات واقف لأنه كان شايف إن الهدف اتحقق، الكرامة رجعت، العدو انكسر نفسيا، وسينا مفتوح قدام التفاوض. فوقف إطلاق النار اتنفذ جزئيا، لكن المعارك الجانبية فضلت شغالة أيام بعدها. حدود النصر اتثبتت، والجنود لسه واقفين في أماكنهم على الضفة الشرقية. السادات خرج بعدها في خطاب تاريخي وجهه للشعب وقال بصوت هادي وواثق: لقد حاربنا من أجل السلام ولم نحارب من أجل الحرب. الناس نزلت الشوارع تهتف الله أكبر، عاش السادات وعاش الجيش، والبلد كلها فرحانة. مش بس لأن الأرض اتحررت، لكن لأن الكرامة رجعت. أنور السادات بقى بطل الحرب والسلام، الراجل اللي خد قرار محدش قبله جرؤ ياخده، اللي آمن إن المعركة مش بالسلاح بس، لكن بالإرادة والإيمان. بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 73 الهدوء نزل على جبهة، بس السلام لسه ما جاش. المدافع سكتت، لكن المعركة الحقيقية بدأت في الكواليس. السادات كان عارف إن الحرب كسرت الخوف، لكنها لسه ما حررتش كل الأرض، وكان عارف إن الخطوة الجاية هتبقى أخطر بكتير. إزاي تاخد اللي كسبته في الميدان وتحوله لنصر سياسي. من أول يوم بعد الحرب بدأ السادات يلعب لعبة جديدة مع الإسرائيليين والأمريكان، لعبة معقدة فيها صبر وثقة ودهاء. أول خطوة كانت مفاوضات الكيلو 101 في نقطة صغيرة على طريق السويس في القاهرة. اتقابلت القيادات المصرية والإسرائيلية لأول مرة وجها لوجه. من ناحية إسرائيل كان الجنرال أهرون ياريف، ومن ناحية مصر كان اللواء عبد الغني الجمصي، ووراهم بعيد عن الكاميرات السادات بيراقب المشهد بدقة. في أول جلسة الإسرائيليين حاولوا يتعاملوا فوقية، عايزين يفرضوا شروط لوقف إطلاق النار تخليهم محتفظين بالثغرة اللي دخلوا منهم، لكن الجمصي كان عنده تعليمات من السادات: أنا مش ضعيف، أنا المنتصر، وأنا اللي هحدد اللعبة. بدأ يراهن على الأمريكان. اتصل بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي وقتها وقال له لو عايزين سلام في الشرق الأوسط لازم تبدأوا من القاهرة مش من تل أبيب. السادات كان بيفكر بعقلية مختلفة تماما عن اللي قبله، ما كانش شايف إن أمريكا عدو مطلق، ولا شايف إن الاتحاد السوفيتي هو المخلص، شايف إن المفتاح الحقيقي للسلام في إيد واشنطن. السادات بدأ ينسحب بهدوء من عباءة السوفيت، وطرد الخبراء السوفيت من مصر، وأعلن إن القاهرة مش هتبقى رهينة لمعسكر ضد التاني. ده خلى الإسرائيليين وأمريكا يقفوا محتارين، هو بيقرب ولا بيبعد؟ في الحقيقة هو كان بيعمل الاتنين مع بعض، كان بيقرب من أمريكا بس في نفس الوقت مخلي السوفيت يظنوا إنهم لسه في الصورة، يضرب يمين يلف شمال. وده السادات اللي كان بيلعب سياسة كأنها شطرنج. 1974 اتفاقية فصل القوات الأولى، بموجبها انسحب الإسرائيليين من الضفة الغربية للقناة، والجيش المصري رجع يثبت رجله على أطراف سيناء من غير مشاكل لأول مرة من 67. الناس احتفلت، بس السادات لسه عينه أبعد من كده بكتير. في جلساته المغلقة مع مستشاريه كان بيقول إن هو مش عايز يرجع الأرض بس، هو عايز يرجع الإنسان المصري الكامل، يبقى البلد لازم تبقى كاملة. بدأ يفتح ملفات السياسة والاقتصاد مع بعض، عمل انفتاح اقتصادي وفتح البلد للاستثمار، ورجع الأحزاب السياسية وبدأ يتكلم عن حرية التعبير بعد سنين من القبضة الحديدية. بس في الخلفية كان مجهز لمفاجأة أكبر من كل ده. في نوفمبر 1977 السادات وقف في مجلس الشعب وقال الجملة اللي هزت العالم: أنا مستعد أروح للكنيست وأتكلم معهم في بيتهم وقدام شعبهم عن السلام. الناس اندهشت، حتى اللي حواليه ما فهموش في الأول هو بيهزر ولا بيتكلم جد، لكن بعد أيام كانت الطيارة الرئاسية المصرية بتلمس أرض مطار بن جوريون في تل أبيب. أنور السادات نزل السلم مبتسم، أول زعيم عربي يدخل القدس، وقف في الكنيست الإسرائيلي وقال خطابه التاريخي: وقد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة، لكي نقيم السلام، وكلنا على هذه الأرض أرض الله، كلنا مسلمين ومسيحيين ويهود، نعبد الله ولا نشرك به أحدا، وتعليم الله ووصاياه هي حب وصدق وطهارة وسلام.
الكلمة دي عملت زلزال في الشرق الأوسط كله، ناس اعتبرتها خيانة وناس شافتها شجاعة غير مسبوقة، لكن اللي محدش أنكره إنه غير قواعد اللعبة. السادات دخل مفاوضات مباشرة بعد الزيارة ثم إلى كامب ديفيد سنة 78. كان بيقعد بالساعات يناور مناحم بيجن اللي كان مفاوض عنيد جدا. الأمريكان وعلى راسهم جيمي كارتر كانوا شبه وسطاء بين عقلين بيتكلموا بلغتين مختلفة. السادات كان بيلعب على الزمن، يهدي الجلسة لما السخونة تعلى وبعدين يضغط في نقط محددة. كان بيقول لمرافقين ان هو مش داخل يكسب كل حاجه، هو عايز يرجع سينا الاول وبعدين نكمل اللي بعد كده. بعد مفاوضات طويله جدا اتوقعت اتفاقيه كامب ديفيد في سبتمبر 78، واتوقعت معاهده السلام المصريه الاسرائيليه رسميا في مارس 79. العالم كله انبهر، لكن العالم العربي انفجر. في دول عربيه قطعت مصر. السادات اتشتم في الاعلام العربي واتقال عليه خاين، لكنه ما رجعش في كلامه. كان بيقول بهدوء: انا قتلت 3 حروب ومش عيب ان ندي فرصه للسلام. السنين اللي بعدها كانت مضطربه. السلام جاب لمصر ارضها، لكن جوه البلد لسه في جدل كبير، ناس شايفه انه انقذها وناس شايفه انه باعها، والسادات فضل ماشي في طريقه وهو مقتنع انه بيعمل الصح حتى لو الكل ضده. في 6 اكتوبر 81، نفس اليوم اللي كان رمز النصر، هيبقى اليوم اللي هيتكتب فيه اخر فصل من حياه انور السادات. القاهره لابسه علم مصر، المنصه في مدينه نصر متزينه بالاعلام، والقاده والوزراء قاعدين في اماكنهم. السادات داخل مبتسم، لابس بدلته العسكريه الكامله وناشين الحرب والسلام على صدره، قاعد في الصف الاول جنب حسني مبارك، والقوات بتمر قدامه في العرض العسكري. الجو مهيب والناس كلها بتبص للراجل اللي حرر الارض واللي زار القدس واللي الدنيا كلها اتكلمت عنه. الساعه كانت حوالي 12 الا تلت الظهر، العرض شغال والجنود راكبين سيارات النقل المفتوحه. السادات بيسقف بيضحك ويتكلم مع مبارك اللي جنبه، وفجاه الكل شاف حاجه غريبه. واحدة من العربيات اللي ماشية في العرض بدأت تبطئ سرعتها، ثواني معدودة والعربية وقفت قدام المنصة. نزل منها خالد الاسطنبولي ضابط في الجيش، ومعاه عبد الحميد عبد السلام وحسين عباس وعطا طايل. وفي لحظة الإيد اللي كانت بترفع السلاح للعرض رفعت نفس السلاح ضد القائد الأعلى. الرصاص مال الجو 6 ثواني بس، لكنها كأنها أبدية. السادات حاول يقوم، مد إيده كأنه عايز يوقف الزمن، لكن الرصاص كان أسرع. رصاصة جت في صدره والتانية جت في رقبته، وقع على الكرسي، والنظرة اللي كانت دايما واثقة اتجمدت. الدنيا اتقلبت، المنصة اللي كانت رمز الانتصار بقت ساحة دم. الجنود بيجروا، المدنيين بيستخبوا تحت الكراسي، والكاميرات اللي كانت بتصور العرض سجلت النهاية. في نفس الليلة مصر كلها في صدمة والناس مش مصدقة، والإذاعة الرسمية أعلنت الخبر: الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام استشهد اليوم أثناء العرض العسكري في ذكرى نصر أكتوبر. الجنازة كانت ضخمة، ملوك ورؤساء من كل العالم حضروا، لكن في الشارع المصري الإحساس كان مختلط، حزن، خوف، دهشة، وسؤال واحد بيتكرر على كل الألسنة: وليه حصل كده؟ في النهاية السادات فضل كما هو، رجل الاستثناء اختلفوا عليه كتير وما اتفقش عليه حد. في ناس شايفاه خاين وناس شايفاه منقذ، بس الكل متفق انه كان جريء وشجاع وراجل. كان بيقول انه ممكن يتهم بالجنون لكن مش هيتهم ابدا بالجبن، ومات زي ما عاش، واقف قدام الناس مش مستخبي مش خايف. السادات هو اللي رجع لنا الكرامة وماء الوجه، وزي ما كانت أسطورته كانت برضه خطيئته. يا ترى كانت الخطيئة في حكاية السادات هي جرأته اللي زادت عن اللزوم، ولا إن في عالمنا السلام أحيانا بيبقى أخطر من الحرب؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.